بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم محمد فاروق القاضي، رئيس جمعية ذاكرة وعدالة، وهي جمعية مؤسسينها ضحايا سجون البوليساريو السابقين. وللتوضيح هم عبارة عن مجموعة من الشباب الموريتاني في سنوات السبعينات التحقت بصفوف البوليساريو بعد خروج موريتانيا من حرب الصحراء. التحقت بهم كمتطوعين، وكانت بالمئات، كانت مجموعات بالمئات من الشباب، كان شباب صغار، كان خارج من المدارس أيامها في الثانويات في المعاهد، والتحق بالمخيمات مع نهايات السبعينات وبداية الثمانينات، يعني بالضبط قاعد سنة 79. هذه المجموعات اشتغلت في المجالات، أساسا المجالات الاجتماعية، في مجال التعليم، في مجال الصحة، في مجال التأطير، في مجال التثقيف الشعبي، واشتغلت لعدة سنوات. بعد سنوات من العمل في هذه المجالات ارتأت قيادة البوليساريو انها في وضعية يعني فرضت عليها انها تخترق خطر خارجي من اجل الهاء القاعدة الشعبية في المخيمات، وقدمت المتطوعين الموريتانيين ككبش فداء مجموعة من الإكراهات اللي عندها خلافات فيما داخل القيادة نفسها. إذا خص خطر خارجي لإلهاء الناس به، والخطر الخارجي كان هو نحن. ادعوا أننا مجموعة من الجواسيس لصالح موريتانيا، لصالح موريتانيا. أحيانا يقولوا لصالح موريتانيا وفرنسا، وأحيانا يقولوا لصالح موريتانيا والمغرب، وهذه مفارقات، لأنه نظام الهيدالة لم يكن على وفاق مع المغرب، وبالتالي هناك مجموعة من المفارقات. المهم إنه هذه مجموعة الشباب تم الزج بها بدون استثناء مجموعة من المعتقلات التي تعتبر المعتقلات النازية بالمقارنة معها، يعني فنادق 5 نجوم. دخلت الناس لهذه المعتقلات، يعني عاشت مأساة. لا أعتقد إنه ما يسمى بالمعتقلات النازية إنها يمكن أنها كانت تعامل البشر هكذا. من وسائل التعذيب ناهيك عن يعني المعاملات الماسة بالكرامة الإنسان اللي تسمى في القانون الدولي الإنساني ممارسات أو المعاملات الحاطة من الكرامة الإنسانية. هذه تعتبر بالنسبة لنا يعني تمجيد، لأنها في الحقيقة لا تعتبر شيء بالمقارنة مع المعاملات الثانية. كان الناس تقتل تحت التعذيب، كان الناس ينكتب على أجسادها بالنار، كانت الناس يعني يقتطع اللحم من أجسادها. يعني لا أعتقد أنه مهما بلغ أنه يمكن أن نصف المأساة اللي عاشوها الموريتانيين، لأنها أصبحت حديث العام والخاص في المخيمات، وحتى داخل موريتانيا أصبحت حديث الناس كاملة، لأنها كانت معاناة رهيبة. وأعتقد أنه من الشهادات المفيد لإشارة إليها هون في هذا المجال هي شهادة محمد خونا والهيدالة، اللي الآن بعض النخب الموريتانية المثقفين الموريتاني يعتبروه في تلك الفترة كان مناضل في صفوف البوليساريو، واشهد على أنه تم تصفية الموريتانيين في صفوف البوليساريو، تم تصفيتهم على أساس الجنسية، أي بمعنى أنه ذكر في كتابه ومذكراته أنه قيادة البوليساريو ارتأت أنه جميع الأطر اللي عندها أو أغلب الأطر اللي عندها هم من الموريتانيين، وأنها أصبحت على وشك إقامة الدولة. وإن قامت هذه الدولة والأطر الموريتانية ما زالت موجودة، أنه هذه الدولة المنشودة أنها ستصبح موريتانيا ثانية. إذن مجموعة من المعطيات خلت مجموعة من الخلفيات على حسب ما أعتقد هي اللي خلت البوليساريو قيادة البوليساريو أنها تسج بالموريتانيين وتعتبرهم أعداء وتقتل منهم داخل السجون تحت سياق التعذيب. هي أولها هو الشيء اللي ذكره الرئيس محمد خونا والهيدالة في كتابه. المسألة الثانية أنه هناك كانت هناك يعني أحقاد يعني على الموريتانيين عند بعض قيادة البوليساريو. هذه الأحقاد نابعة
من أنه حسب التنظير منظرين بين قوسين منظرين البوليساريو، أنه هم يطمحوا لبناء مجتمع عصري متميز عن المنطقة، عن شعوب المنطقة. هذا المجتمع أنه عنده قواسم مشتركة مع المجتمع الموريتاني، وبالتالي يعتبر الموريتانيين خطر يتهددوا لأنهم مؤهلين لابتلاع هذا المجتمع العصري اللي يمتاز على أنه قليل العدد. هذا ربما من العوامل. الحمد لله بعد سنوات من هذا العذاب وقعت أحداث 88 المعروفة، وقعت في المخيمات، وكان من مطالب المتظاهرين على أنه إخراج كل السجناء، وتم إخراجنا احنا في هذا الإطار. يمكن نتكلم لنا على الأساليب ديال التعذيب اللي كانت في السجون ديال بوليساريو. أساليب التعذيب يعني هي لا يمكن يتخيلها البشر، لأنه أنا ذكر أنه مرة قارنت بين سياسة كسر العظم المعروفة عند الإسرائيليين وبين سياسة كسر الأسنان اللي أصبحت معروفة عند البوليساريو، لأنه قليل أنه تلقى ضحية من هذه الضحايا إلا وأسنانه مكسرة. من أساليب التعذيب أنه يتم تعليق الضحية في السقف، يتم تعليقه ويديه مكبلتين وراء ظهره، ويتم تعليقه في السقف، ويتم كيه بالنار مثلا. وكيف ما قلت هناك أشخاص وما زالوا أحياء الحمد لله موجودين الحمد لله اليوم، من هو موجود في مدينة نواكشوط اللي ما زال لحد الساعة آثار الكتابة بالنار واضحة، يعني اختصار لكلمة فرون بوليساريو FP ما زالت واضحة، ما زالت تزركش أجسادهم. من أساليب التعذيب مثلا إنه الإنسان 24 ساعة هو موثوق اليدين والرجلين وفي قبر تحت الأرض، وإنه كل ربع ساعة الحارس يدق الباب لمنعه من النوم، وخاصه يثبت حضوره، يعني يقول حاضر، وإذا ما قالها يخرج. من أساليب التعذيب مثلا إنه يخرج الضحية في الشتاء مثلا، في البرد، أوقات البرد، يصب عليه الماء البارد ويخلى في الخارج. في أوقات الحر، وطبعا الحمادة يعني حرها يعني لا يتصور، وكذلك بردها لا يتصور. هناك مثلا بعض الممارسات، يعني لست أدري كيف اخترقوا هذه الأسئلة. مثلا برميل في قمة يعني الحرارة يوضع داخله الضحية، والحارس يضرب عصاه على من أجل إزعاجه. يعني أساليب متعددة. مثلا هناك من الأساليب أنه يربط الرجل بأعضاء التناسلية في السقف بحيث لم يعد هناك من مجال للحركة، ويبدأ جلده، ويعني ويتم تهديده بالاغتصاب. من أساليب التعذيب النفسي أنه مثلا يرمى الرصاص فوق رأس الضحية، يهام بأنه يحكم عليه بالإعدام. من أساليب التعذيب مثلا قلع ظوافر. من أساليب التعذيب يعني تفنوا في نوع لا يمكن يعني أن يخطر على عقل البشر. هذا بالإضافة إلى سوء المعاملة، سوء التغذية، يعني بالإضافة إلى أنه الإنسان بحد ذاته ما عنده قيمة، لأنه كان الإنسان من يموت كيف الشيء يرتمى في حفرة ويرتدم. أساليب يعني مرعبة. أعتقد أنه أبدا في التاريخ لم يقع. سمعنا عن المعتقلات النازية، ولكن في التاريخ سمعنا عن غوانتنامو، سمعنا عن بوغريب، ولكن الشيء اللي وصلوا له البوليساريو، قيادة البوليساريو، من أساليب التعذيب، من أساليب الإجرام في حق ناس أبرياء. وبالمناسبة أنا أتذكر معلومة يعني جزء منها دقيق 100%، إنه بعد ما تم اعتقال مجموعة الموريتانيين، إنه الجزائريين يعني انتقاوا مجموعة من الموقوفين وداروا معهم استجواب أو استنطاق،
ونصح قيادة البوليساريو بأن هؤلاء الناس ليست لهم مؤهلات كي يكونوا مخابرين مطلقا عنه. نسبة 99% منهم ليست لديه مؤهلات لكي يكون مخابر، ونسبة 1% ليس هناك من دليل عليها. ونصحوهم أنهم يطلقوا صراحة الناس، ولكن رفضوا. ولكن الخير ما اختاره الله الحمد لله. في النهاية خرجنا ونحن تابعينهم، وأعتقد أنه الكثير منهم اليوم يندم على خيارين. أولا الخيار الأول أنه اختار أنه يسجن ناس أبرياء، ومنين يسجنهم أنه ما قتلهم، أنه كان عليه يخلصوا منه، لأن ماشيين في المطالبة بمحاكمتهم، وقطعا مؤمنين بمطالبنا، وسنظل نطالب بمحاكمة سجان البوليساريو إلى آخر رمق، وهي تركة سنورثها لأبنائنا.